تخيل كده انك اتولدت في عيلة غنية جدا وقوية لأبعد الحدود، ولكن امك ما كانتش غير خدامة بسيطة. اول ما خلفتك ماتت فورا، ومن اللحظة دي حياتك اتحولت لجحيم حقيقي. مرات ابوك اللي قدام الناس بتمثل انها طيبة ونبيلة، في الحقيقة كانت ست قاسية ومليانة سم. هي عذبتك بكل الطرق الممكنة: جوع، ضرب، اهانة، واكتر حاجة مرعبة من كل ده انها كانت عايزاك تموت. انت عندك اخوات كتير، وكل واحد فيهم مش عاوز غير حاجة واحدة بس: منصب كبير العيلة، وعلشان ياخدوا المنصب ده لازم انت تموت. ولكن هنا بقى المفاجأة الحقيقية: راجل من عالم تاني، ابن عيلة قوية، خدم 3 سنين في الجيش، شاف معارك حقيقية، وايده متلطخة بالدم، روحه يا معلم بتتنقل لجسمك. والراجل ده مش بطل، ده شخص قاسي بارد المشاعر، ما بيترددش قبل ما يقتل، سواء العدو ست او حتى طفل. هو عنده قاعدة واحدة بس: اي حد يمد ايده عليا مش هيعيش. ومن هنا بتبدأ رحلة انتقام من غير رحمة، واحد ورا التاني. كل اللي عذبوه، كل اللي حاولوا يقتلوه، كل اللي اتريقوا على موت امه، بيدمرهم بطرق وحشية ومرعبة محدش كان يتخيلها. وده لسه مجرد البداية. في المستقبل الراجل ده هيبقى ملك شياطين، كيان بيقود اتباع شياطين متعطشين للدم، بينشروا طقوسه الشيطانية في العالم كله. دلوقتي تخيل قد ايه هيكون ممتع انك تشوف قصة زي دي: بطل ما عندوش رحمة، راجل مش مكتوب له يبقى حاكم سماوي ولكن شيطان. يا جماعة، قصة النهاردة مبنية على الحكاية الخطيرة دي. من غير تأخير اعمل لايك وسبسكرايب علشان ده بيدعمني جدا. ومن غير ما اطول عليكم، يلا لحكايتنا. جوه العربية اللي كانت بتهتز في الطريق، تشوش يو مسك راسه اللي كان بتوجعه ورفع عينه بالراحة، بيبص حواليه بنظرة مشوشة على المكان الغريب. وجوه العربية كان متزين بفخامة واضحة، سيوف غالية وخناجر طويلة حادة جدا متعلقة على الجنبين. الفخامة دي كانت عكس المنظر القاحل والخراب اللي بره، وده خلى تشوشيو يحس احساس غريب كأنه دخل عالم تاني خالص. في حياته السابقة وجود تشوشيو ما كانش تعيس ابدا. هو اتولد في عز، وصح ان اهله ماتوا بدري، ولكن سابوا له ثروة ضخمة جدا، وحياته كانت كلها دلع ومتعة. ما كانش بيشيل هم اكل ولا فلوس. ايامه كانت بين الولائم والنبيذ والطرف، وشغفه الحقيقي الوحيد كان انه يتفرج على قناتنا اللي بتنزل حكايات اسطورية. المهم بصراحة تشيو ما كانش بيخاف من الموت، هو اصلا عاش كفاية مجد ورفاهية، وعاش بحرية من غير ندم، احسن بكتير من ابطال المانهوا اللي حياتهم مليانة معاناة مقارنة بيهم. فحياته كانت سهلة جدا. وفي الحقيقة تشيو ما كانش نفسه يبقى شاب مدلل تافه، ولكن بصفته اصغر ابن في العيلة ومن جارية، ما كانش ليه اي حق يدخل في شؤون تجارة العيلة. كل شغل التجارة كان في ايدين اخواته الكبار، وهو متسابع على جنب خالص، محدش معبره. ومؤخرا تشيو كان مهووس بلعبة اسمها جريد جانج هو، وقصتها كانت ضخمة ومعقدة، والعالم القتالي اللي فيها واقعي بشكل مذهل، لدرجة انه حاسس انه مجتمع حقيقي متكامل واندمج فيها تماما. وهو مستني بقى التحديث الكبير الثالث للعبة. ما بخلش بفلوسه واشترى نظارة واقع افتراضي اصدار محدود. مين كان يتخيل ان اول ما يلبسها سمع صوت بيقول: يا اخويا الصغير العزيز، وجودك كان دايما تهديد خفي، فاتمنى بصدق انك تستمتع في عالم تاني. وفجأة بوم، النضارة اتفجرت حرفيا وقطعته حتت، وفي اللحظة دي هو مات. ومن الوضع الحالي تشوشيو اخيرا استوعب انه اتنقل لعالم تاني، والحاجة الوحيدة اللي ندم عليها ان ثروته الضخمة هتقع في ايدين القرايب الاشرار اللي دبروا اغتياله. هو كان دايما بيبين نفسه انه شخص مسالم عديم الفايدة، ومع كده استهدفوه وقتلوه. فيا ترى غلطته كانت من الاول انه ما حاولش يتنافس على ميراثه؟ وفي اللحظة دي ذكريات الجسم الجديد بدأت تتدفق جواه. هو حس بألم حاد بيخبط في صدره، نية قتل دموية شرسة لمعت في عينه، والهالة اللي حواليه اتغيرت فجأة بشكل مرعب. هو هز راسه بهدوء، كان خلص امتصاص ذكريات الجسم الجديد. ممكن حتى نقول ان روحهم اندمجت تماما. طلع انه اتنقل لجسم واحد اسمه برضه تشوشيو، الابن التاني لعيلة شو في كونغو، والهوية دي كانت مأساوية بنفس القدر. هو اتولد من جارية، وامه كانت خدامة ماتت اول ما ولدته، وجوه العيلة ما كانش ليه اي مكانة، وكان دايما مضغوط عليه من الزوجة الشرعية لابوه الزوجة التانية. وتشوشيو الاصلي كان ضعيف الشخصية ومندفع، اغضب ضيف مهم للعيلة وتعاقب عقاب قاسي. هو اتنفى علشان يدير منجم العيلة في ارض قاحلة بعيدة. المنجم ده كان اصله مهم جدا، مصدر دخل ضخم، ولكن ارساله هناك ما كانش نعمة ابدا. العمال هناك كلهم مجرمين منفيين وقطاع طرق خطيرين. يعني ازاي شخص عادي يدير مكان زي ده؟ كانه داخل برجليه لعرين النمر. غالبا حتى عظامه ما كانتش هتتبقى. وفي الحقيقة
كده تشو شيوا ما كانش عاوز يروح المنجم ويستنى موته، ولكنه كان عارف كويس انه ما عندوش اي فرصه ينافس على الميراث. هو مجرد ابن غير شرعي، مين هيهتم يعيش ولا يموت؟ المفروض كان يفضل في المنجم 3 سنين، ولكن مؤخرا العيله بدات تختار وريث، ومع انه لسه تحت العقوبه استدعوه يرجع. دلوقتي تشو شيوا كان بالفعل في الطريق راجع لقصر عيله شو. هو مد ايده ومسك السيف الطويل المعلق على الحيطه وسحبه من جرابه، وصوت معدني حاد رن في المكان. النصل اللامع عكس وش شاب وسيم، ولكن بين حواجبه كان في نعومه مقلقه شبه انثويه. هو ما كانش عاجبه التعبير ده، ولكن بما ان ده هو الواقع فهو ما قدامهوش غير انه يقبل شكله الجديد. وفجاه اتجمد مكانه السيف وقف في نص الحركه. هو ادرك هويته الحقيقيه في قصه لعبه جريد شانكو. هو لما الاصدار الثالث نزل، الاصدار الثاني كان خلاص خلص، وزعيم المرحله الاخيره في الاصدار الثاني كان ملك الشياطين تشو شيوا. ملك الشياطين تشو شيوا هو اتولد الابن الثاني لعيله تشو في كونغو. هو بعد ما عاش ظلم ومأساة لا تحصى جوه عيلته، طباعه اتشوهت واتحرفت، وفي الاخر سلك طريق الشياطين. وحسب مقدمه القصه ملك الشياطين تشو شيوا هيوحد طائفه كون الشيطانيه ويقودها، وتحت امرته 4 من كبار شيوخ الشياطين، وسمعته هزت العالم القتالي كله. قوته الشيطانيه كانت واصله للسماء، ومع انه مش عاجبه شكله الناعم ده، ولكن من اسمه شكله وخلفيته مفيش شك هو فعلا تشو شيوا الشرير النهائي في اللعبه. لما فكر في كده ما عرفش يضحك ولا يعيط. هو اتنقل لعالم تاني، ولكن اتنقل لشخص هيكون ملك شيطاني عظيم في المستقبل. المشكله ان امتى الشرير في لعبه خد نهايه سعيده؟ هل مصيره هيبقى مجرد سلمه يطلع عليها البطل علشان يلمع؟ مسك السيف تاني وخبط عليه بصباعه بخفه، ولمعه بارده عدت في عينه وهو بيتمتم ويقول مقدر لي افشل ولا ايه؟ مين يقدر يتوقع اقدار الدنيا ديت، وان الحاكم اداني فرصه تانيه للحياه. حتى لو ملوك سماويين او رهبان وقفوا قدامي هقتلهم من غير رحمه. اللي عاوز يقتلني هبعته للجحيم الاول. وفي اللحظه ديت ستاره العربيه اترفعت. خادمه جميله جسمها رشيق وجذاب دخلت جوه وعملت نفسها مستغربه وقالت سيد الشاب، هو انت ليه سحبت سيفك؟ وتشو شيوا بص لها بنظره مليانه معنى وابتسم ابتسامه خفيفه وقال في نفسه دي اسمها تشينج سو، وهي خادمته الشخصيه، ولكن في الحقيقه كانت جاسوسه مزروعه من اخوه الاكبر. قدام الناس كانت باينه مهتمه ومخلصه، ولكن في الحقيقه ما كانتش شايفه فيه اي قيمه. خصوصا في طريق المنجم كانت كتير بتستخدم اسمه علشان تتكبر وتستفز عن قصد المجرمين المنفيين، وهدفها كان واضح تقتل بسيف غيرها وتزقه للموت. وتشو شيوا بص له بابتسامه وكشر وقال سيف حلو، انا سحبته بس اتفرج عليه. والسبب غريب، اول ما شافت ابتسامته تشينج سور ارتعشت، احساس بارد نزل في ظهرها، ولكنها ما فكرتش كتير وبدلع قالت سيدي الشاب السفر كده مرهق، انا سمعت ان الطريق قدامنا هيوصل لجبل كونج مانجا، فايه رايك نقف هناك نرتاح نصطاد شويه ونشويهم؟ ولمعه مظلمه عدت في عين تشو شيوا وطلع ضحكه خفيفه وقال نشوي؟ انا سمعت ان الطرق الجانبيه في الجبال البعيده بتجذب قطاع طرق كتير. وتشينج سو ردت بسرعه وقالت ده مجرد اشاعه، عربيات عيله تشو عدت من هنا مرات كتير وما حصلش اي حاجه. وبعدين وبطت صوتها وقالت الخادمه ديت عايزه تلاقي مكان تستحمى فيه، الطريق كله تراب وجسمي بقى بيهرش ومش مرتاحه خالص. لو كانت ديت تشينج سو القديمه بتدلع وتتمسكن كان تشو شيوا وافق من غير ما يشك لحظه، ولكن دلوقتي تشو شيوا فضل باصص لها ببرود. الابتسامه الغريبه الشاحبه لسه متعلقه على طرف شفايفه، وده خلى تشينج سو تحس بقلق اكتر واكتر، حتى جالها احساس انها ترجع خطوه لورا. وفجاه تشو شيوا مد ايده وقرص خدها بخفه ووطى صوته وقال ماشي هدلعك، يلا نروح ناكل شويه صيد بري. وبعدها امرها ترتب الخدم زي ما كانت بتعمل دايما، ولوح بايده باهمال واشار لها تمشي. وتشينج سو اتصدمت لحظه، حست ان تشو شيو النهارده غريب جدا وكانه بقى شخص تاني خالص. ولكن اول ما افتكرت المكافاه السخيه اللي مرات السيد الاول وعدتها بيها لو المهمه نجحت، رمت شكوكها ورا ظهرها بسرعه. وهو بيتفرج على ظهرها وهي ماشيه ظهر احتكار في عين تشو شيو وقال ست غبيه عاوزاني ادخل الجبل علشان اكل صيد بري، مفيش صيد هناك، اللي مستنيني هو فخ مميت. وتشو شيو كان فاهم ده كويس، مش علشان عبقري لكن علشان هو عارف اصلا احداث القصه حتى لو التفاصيل بتختلف عن الواقع، فالاحداث الكبيره عمرها ما هتتغير. وهنا بالذات في جبل كونج مانجا فرصه ضخمه كانت مستنياه، وقال في نفسه انا اتولدت من جديد في الحياه ديت، وميزتي الحقيقيه مش اني هكون ملك شياطين في المستقبل، ولكن ميزتي اني عارف خط سير القصه. وفي اللحظه ديت القصه كانت لسه في بدايتها، المرحله الاولى لسه حوالي 20 سنه على ما احداث الاصدار الثالث تبدا، والقصه الرسميه لسه بعيده جدا، لكن هو عارف كل حدث كبير وصغير هيحصل في العالم ده خلال ال 20 سنه الجايين.
لو هو فاكر صح. في الوقت ده في بلدة يوان باو في فرصة عظيمة مستنياه، فرصة هتغير قدره من اللحظة دي. واستمرت الأحداث في بلدة يوان باو، مستوطنة قديمة ولكنها مليانة حركة، حيث تشو شيو بيدور على الفرصة اللي هتغير حياته للأبد. كان ماشي ومعاه خادمته الشخصية تشينج سو. بالنسبة له البلدة دي ما كانتش مميزة خالص ولا حتى قريبة من فخامة وازدهار إقليم تونج شياو. تشينج سو فضلت تشتكي طول الطريق من التراب والمنظر البدائي ده، وتشو شيو تجاهلها تماما، بس ابتسامة خفيفة ظهرت على شفايفه وعينه اتثبتت على مكان معين قدامه هو لها هدفه الحقيقي، محل صناديق الغموض. من غير تردد مشي ناحيته. تشينج سو مشيت وراه مستغربه والشك ظاهر في عينيها، وبطلنا بيقول في نفسه صناديق الغموض كانت ميزه فريده في عالم جريت كانج هو، والاسطوره بتقول انه من 10,000 سنه العالم ده اتعرض لمحنه سماويه مرعبه. خلال الكارثه دي طوائف قتاليه كتير في ليله واحده اتبادت، وقبل الكارثه اساتذه تشكيلات الطاقه صنعوا حاجه اسمها صناديق الغموض، عباره عن حاويات بتخزن كنوز وكتب تدريب واسلحه ومواريث علشان تفضل موجوده حتى لو الطائفه اتدمرت بالكامل. مواد واحجام الصناديق كانت مختلفه جدا، كل ما كانت الماده احسن كل ما الاختام التشكيليه اللي جواها كانت اقوى، وكل ما المحتويات كانت اغلى. وبعد المحنه صناديق غموض كتير اتوزعت في العالم واتنقلت عبر الاجيال، ولكن علشان طريقه صناعتها ضاعت اي صندوق كان بيتفتح كان بيتدمر بالكامل. علشان كده بقت زي صناديق مفاجآت محدوده الاصدار، سحرها مش بيتقاوم. احيانا حد بيفتح واحد ويلاقي فرصه تغير حياته او كنز نادر، ولكن في اغلب الاحيان الصندوق بيطلع فاضي او فيه خرده ملهاش لازمه زي القمار بالظبط، كله حظ. وتشو شيو دخل المحل من غير اي تردد، شايل معرفه حياته السابقه، وبص حواليه ولاحظ قد ايه المكان فاضي، وسال بهدوء ليه ده محل صناديق الغموض الوحيد في بلده يوان باو ومفيش ولا زبون واحد حتى. وصاحب المحل تنهد وقال ارخص صندوق سعره 10,000 فضه، اهل البلده العاديين عمرهم ما يقدروا يدفعوا ده. واول ما حس ان تشو شيو ممكن يكون زبون بجد عينه لمعت ونبرته اتغيرت فورا، وكمل وقال لكن طبعا ده مختلف تماما بالنسبه لشخص زيك يا سيدي، كل الصناديق دي اتنقت من جبال البرابيل الجنوبيه واسعارها مناسبه جدا. وتشو شيو هز راسه بخفه وقال في نفسه انا لسه واصل العالم ده، واهم حاجه محتاجها دلوقتي هي تقنيه تدريب قويه. ومع ان الجسد ده من عيله تشو في تونج تشو، ولكن صاحبه الاصلي ما كانش ليه قيمه. من غير موارد ومن غير ارشاد فضل في اضعف مستوى في طريقه التدريب القتالي. وبنعرف بقى ان طريقه التدريب القتالي بيبدا بثلاث مراحل اساسيه، اولها مرحله تقويه الجسد اللي فيها بيفتح خطوط الطاقه وبيقوي العظام والعضلات وبيكسب قوه جسديه خام. 9 من كل 10 مقاتلين مش بيقدروا يعدوا المرحله ديت، وبعدها مرحله تكثيف الدم، ثم مرحله نيه الروح. بس اللي يوصل للمرحله ديت بيعتبر فعلا سيد قتالي حقيقي. وتشو شيو فكر كويس ان في اللعبه في الفتره ديت بالظبط خادم عادي اشترى صندوق غموض بسيط في يوان باو وقدر يلاقي جواه تقنيه تدريب عاليه جدا. الخادم ده بعدين بقى استاذ عظيم بيهز العالم القتالي. وتشو شيو كان واثق جدا وبيقول في نفسه دي فرصتي المكتوبه. وفجاه الباب اتفتح بعنف وراجل لابس لبس فاخر ووشه مليان غرور واستعلاء دخل بصوت عالي وقال يا صاحب المحل هات لي 2 صندوق غموض. وصاحب المحل فورا عرفه ده كان لي جانج، واحد من اتباع عيله لي، وحاول ينصحه وقال له لي جانج ده قمار بس، السيد الشاب لي مقدرك دلوقتي، وفر فلوسك وادفع رشوه للمشرف يمكن تترقى. ولي جانج سخر وقال حتى لو بقيت مشرف هفضل خادم طول عمري، انا افضل اقامر احسن، لو فتحت فن حكامي نادر هطير للسما في خطوه واحده. وصاحب المحل تنهد وقال الفنون العليا مش بتيجي بسهوله. ومع كده اداله صندوقين، واحد كره بنفسجيه كريستاليه والتاني صندوق ذهبي. واول ما لي جانج مد ايده ايد تانية وقفته وقال له استنى. كان ده تشو شيو قالها ببرود وقال انا عاوز اشتري كل صناديق الغموض اللي هنا. وبذاكره لاعب تشو شيو عرف لي جانج فورا هو بالظبط الخادم اللي في القصه الاصليه هيحصل على الفرصه العظيمه في يوان باو، وده معناه ان اقوى تقنيه تدريب مستخبيه جوه واحد من الصندوقين دول. ولي جانج لف عليه بغضب وقال له يا سيد الشاب انا اللي اخترتهم الاول. وصاحب المحل اتجمد مكانه محشور بين 2 ما يقدرش يزعل اي واحد فيهم.
عليهم، وقدام غضب لي جانج تشو شيو اكتفى انه يساله بصوت هادي ولكن مرعب. قال له دلوقتي انا بقول اني عاوز كل حاجه، هل عندك اعتراض ولا ايه؟ متاثر بهيبه تشو شيو اللي خانقاه، لي جانج حاول بالعافيه يثبت نفسه وقال له ما تفتكرش انك تقدر تذلني علشان انا خادم، انا تابع لعيله لي، واحده من الثلاث عائلات الكبيره في اقليم تونج تشا. وتشو شيو ضحك بسخريه وقال له مش انت لسه قايل انك مش عاوز تقضي عمرك خادم وتقدم خطوه بسيطه؟ وصوته كله احتقار. كمل وقال ودلوقتي لما الدنيا تقف ضدك هتيجي تستعير باسم عيله لي علشان تهدد غيرك؟ يا للضحك، انت مش اكتر من خادم. وكمل ببرود وقال ومع كده بتتجرأ تستخدم عيله لي وده علشان تضغط عليا؟ يا لجهلك يا عم والله. وعين لي جانج ولعت من الغضب، وتشو شيو رفع ايده كده ببساطه، وفي نفس اللحظه الرجاله دخلوا وقلب لي جانج وقع وقال في نفسه بمستوايا في مرحله تقويه الجسد بس مستحيل اقف قدامهم كلهم. وقال لهم تعالوا نتكلم. هو كان بيتهته وقال هنقدر نحلها بهدوء. وتشو شيو سخر في نفسه وقال جبان بالشكل ده طبيعي لما يبقى متسلط بعدين يتحول لشرير تافه يعمل كل الشرور اللي تتخيلها. المره ديت مش هسيبك توصل للفرصه ديت. وتشو شيو امر ببرود لموا كل حاجه قدام نظره تشينج سور مصدومه وعجز لي جانج التام. كل صناديق الغموض اللي في المحل اتلمت واتشالت وهو بيتفرج عليهم وهم بيطلعوها بره. لي جانج حس بألم لا يحتمل في صدره، مش مجرد اهانه، ده كأن كان حاجه ما تتعوضش اتسرقت منه. وقع على ركبته وبص على ظهر تشو شيو وهو ماشي وجز على اسنانه وقال الموضوع ده مش هينتهي. وفي سكنه تشو شيو بدأ المرحله اللي بعدها. هو كان عارف من اللعبه ان في كنوز معينه محتاجه محفز خاص. هو طلع خنجر صغير وخلى نقطه دم واحده تنزل على الكره الكريستاليه البنفسجيه. اول ما الدم لمسها بوم، طاقه بنفسجيه عنيفه انفجرت وتشو شيو اتقذف لورا وهو الكريستال بيتفعل. وتخمينه طلع صح، الغلاف اتكسر وظهر جواه لوح يشم اخضر منور وبابتسامه انتصار انتشرت على وش تشو شيو. قال هي ديت. واول ما استوعب المحتوى طيار طاقه هائل اندفع حواليه. ده كان كلاسيك طاوي، مهاره فطريه وطريقه تدريب عاليه جدا تقدر تزرع التشي الحقيقي الفطري وتعالج كل الامراض وتنظم النقص وتضمن ان الاراده الحقيقيه ما تسبلش ابدا. علشان كده لي جانج طلع عالي جدا في القصه الاصليه، وان طرق التدريب العاديه كانت بتتقسم ل9 دورات. اول 3 دورات كانوا زباله وبالكاد ينفعوا لطوائف صغيره، والثلاثه اللي في النص كانت كنوز تقدر تبني طائفه كامله، واخر 3 دورات نادرين جدا ومش بيملكهم غير الطوائف الكبيره. وفوق التسعه في مستويين اسطوريين. فالمهاره الفطريه دي ما بتبصش للسن وبتنظف الجسم وبتعيد بناء الاساس. فقال في نفسه بالظبط ده اللي انا محتاجه. والثقه غرقت قلب تشو شيو. والمفاجاه ان اللوح اليشمي كان كمان في فن قتالي اضافي وهو التنين الازرق، النصل مخفي والنيه مستتره، وان الضربه الواحده زي تنين خارج من البحر. فقال على الاقل هي تقنيه من الدوره الثانيه، وفرح جدا فرحه غير متوقعه. وفجاه بوم، صوت رهيب انفجر تحت. العجوز ده بيزعق ويقول تشو شيو فين؟ هو انت بتغرو تسرق من عيلتي؟ اطلع بره. وتشو شيو قال لي وانج وصل، راجل ضخم بمرحله السابعه من التدريب، اقتحم المكان مع شلته وبيكسروا العفش. ولي جانج شاور لفوق وقال له هو ده. ظهر بهدوء وبص لهم من فوق وسأل ببرود ولو رفضت هتعمل ايه يعني؟ التهديدات كانت كتير جدا على تشو شيو. وتشو شيو ابتسم بس. وفجأة القوة انفجرت، طاقة خضراء غرقت الأوضة وضغط ساحق نزل زي الجبل. التنين الأزرق في الكم تم إطلاقه، وتنين طاقة زقر وبحركة سريعة تشو شيو قتل الواد اللي قدامه وبعدها نزل بخفة رافع النصل وعينه بتلمع بنفسجي. وبكل برود قال انا اكتر حاجة بكرهها هي التهديد. وبص حواليه وقال ها في حد تاني؟ وورا الباب تشينج سو شافت تشو شيو بيقتل واحد بعينها. الرعب فورا مسك قلبها. عمرها ما كانت تتخيل ان الراجل اللي بيتقال عليه ضعيف وخايف وجبان يقتل من غير ما يرمش. والدم تناثر على الارض. ولي اونج بص لتشو شيو ووشه اتسحب منه اللون وقال ازاي تجرؤ؟ وقبل ما يكمل تشو شيو كان بالفعل شايل خنجر من صدر الحارس واندفع عليه مباشرة. ولي اونج تلقائيا رفع دراعاته يحمي نفسه وهو مش عارف ازاي يوقف تشو شيو. وهو بقى شايف النصل قرب يقطع حياته، رجله خانته. في اللحظة دي كان متأكد انه هيموت خلاص، ولكن الخنجر وقف عند رقبته بالظبط. النصل البارد المتغرق دم لمس رقبته لمسة خفيفة وهو فاكر قسوة تشو شيو من ثواني. رجل لي اونج ابتدت ترتعش من غير ما يقدر يسيطر. وتشو شيو بص له ببرود وقال له بمستواك ده زبالة ولسه جاي تدور على قتال معايا؟ انت فعلا مش عارف حدودك. وصوته بقى اعمق وقال صح
انا تشو شيو، مش مفضل في عيله تشو، انا ابن جاريه، بس رئيس العيله الحقيقي هو لسه ابويا. وانت بقى ايه؟ شاب تافه ملوش لازمه، موهبه قتاليه عاديه، وعايش على فتافيت العيله. مين اداك الجرأه تجيب ناس وتستفزني؟ وقرب اكتر وبصوت تلج قال: تصدق او ما تصدقش، حتى لو قتلتك هنا اقصى حاجه تاخدها عليا عقاب خفيف. ولي اونج ارتجف بعنف والعرق الساقع غرق هدومه. دلوقتي بس فهم الاشاعات كانت كذب، الراجل ده مش ضعيف، ده مرعب. وتشو شيو سحب الخنجر بهدوء ومدهوله من عند المقبض وقال له امسك. ولي اونج اتجمد. وتشو شيو قرر كلامه وعينه حاده وقال له: قلت امسك. تحت النظره ديت لي اونج ارتعش ومد ايده مسكه، وفجاه تشو شيو مسك معصمه وزق النصل ناحيه صدره هو، وعينه اتحولت للاحمر وقال: مش انت جيت تعمل لي مشكله؟ اهو الخنجر في ايدك، انا هديك فرصه اقتلني. الاوضه وقعت في صمت مميت. لي اونج ورجالته واقفين مصدومين مبهوتين مش مصدقين اللي شايفينه. ولي اونج هز راسه بعنف. ازاي يجرؤ تشو شيو يقدر يقتله ويمشي؟ لكن هو لو قتل تشو شيو عيلته كلها تتباد. ولما شاف تردده تشو شيو شد قبضته اكتر وضغط النصل على صدره وقال له: قلت اقتلني. وفجاه الخنجر وقع على الارض وايدين لي اونج كانت بترتعش لدرجه انه معرفش حتى يمسكه، وقال له: انا ما اقدرش، انا غلطان. وابتسامه ساخره ظهرت على وش تشو شيو ومد ايده وربت على خد لي اونج وقال: زباله ملهاش لازمه، انا اديتك فرصه ولسه ما اتجرأتش، حتى وانت ماسك سلاح مش قادر تقتل حد. مين اللي اداك الجرأه تستفزني؟ ولي اونج حس بالعار والغضب مولع جواه بس ما قدرش يتكلم. هو لف وجري ناحيه الباب مرعوب. وراهم تشينج سو كانت بترتعش بعنف وفي نفسها قالت: هو ده فعلا تشو شيو اللي كنت اعرفه؟ وعيلت ليه شالت الجثه بسرعه. واول ما وصلوا لصاله الفندق لي جانج قرب بحذر وقال له: يا سيدي السابع. وقبل ما يكمل لي اونج ضربه بوكس في وشه وزعق وقال له: تبا، ده كله بسببك يا غبي، انت اللي جرتني في المصيبه ديت. افتكر كويس، حتى لو السيد الشاب التالت حميك، اول ما ارجع لعيلة ليه هخليك تعرف يعني ايه وجع بجد. والليل جه والمشهد اتحول لمبنى قديم متدمر تماما تحت ضوء القمر، وجبل ضخم كان واقف في البعيد، وراجل بسيط لابس بنفسجي اتقدم وضم قبضته باحترام وقال: سيدي الشاب، ممكن اسال ليه استدعيتني في الوقت المتاخر ده؟ وتشو شيو بص له بتفحص وقال في نفسه: ده كان جو باي دخل عيله تشو من اكتر من 10 سنين، عامل مجهول، موهبته عاديه، هو بالعافيه في مرحله تقويه الجسد، ولكن كان امين. وتشو شيو سال ببرود وقال: جو باي، انا اتظلمت واتنفيت لمناجم الجنوب وبسببي انت اتسحبت معايا، فهل انت زعلان مني؟ وجاو باي رد فورا وقال له: ابدا يا سيدي، خدمه السيد الشاب التاني شرف ليا. وتشو شيو كمل وقال: انت بتخدم عيله شو من اكتر من 10 سنين وبتاخد تيلين من الفضه في الشهر، وغيرك بقى مشرف ومدير، وانت فعلا مش حاسس بالمراره؟ وجاو باي وطى راسه وقال: انا غبي ومن غير موهبه، فده كفايه. وتشو شيو ضحك ضحكه هاديه وقال: لا، انت مش راضي، حتى الكلب لو اكل لحمه 10 سنين مش هيرجع ياكل فتافيت تاني، والبشر زيه. وحط ايده على كتف جو باي وكمل كلامه وقال: انت مشيت معايا في الشده وفي المستقبل هتشارك معايا في المجد كمان. وعين جو باي ولعت وقال له: التابع ده فاهم. وتشو شيو هز راسه وقال: لا، انت مش فاهم، في حاجات بيحكمها القدر وحاجات بيحكمها المجهود، لو انا عاوز اطلع لازم اراهن بحياتي. وابتسامه شريره انتشرت على وشه وقال: زمان ما كانش عندك حتى فرصه تراهن، ودلوقتي هديك واحده، روح لجبل السقوط والانحطاط بره بلده يوان باو وسلم الخطاب ده لزعيم قطاع الطرق، لو عملتها كويس فانت هتاخد 100 تيل فضه، ومن اليوم ده هتبقى مساعدي الموثوق. وجاو باي صارع نفسه من جواه، لو رفض بحياته مش هيتغير ابدا. وفي الاخر قبض ايده وقال: هطيع اوامرك. وتشو شيو قال كويس واداله الخطاب المختوم وقال له من غير غلط. وبعدها وهو بيختفي في العتمه عيون تشو شيو بقت بارده وقال: تشينج سو، بما انك عاوزاني اموت فاوعي تلوميني ان هبقى من غير رحمه. وفي تاني يوم بدري قافله تشو شيو اتحركت، وجوه العربيه تشينج سو سالت بشكل عادي: يا سيد الشاب، هو جاو باي فين؟ وبطلنا قال لها: هو سبقنا على اقليم تونج شياو علشان يبلغ بوصولنا. وابتسامه خبيثه زحفت على وش تشينج سو وفي نفسها قالت: هنوصل قريب. لا، انت مش هتوصل ابدا. وفجاه تشو شيو قرب منها وبابتسامه غريبه همس وقال: تشينج سو، هل تعتقدي اننا هنقابل قطاع طرق في الطريق؟ قلبها نط وقالت له: ليه يا سيد الشاب؟ ما تقولش كلام وحش كده. وتشو شيو ضحك بخفه وقال: السماء بتجيب عواصف والناس بتجيب مصايب، وفي اللحظه ديت وقفوا مكانهم وفي موجه نيل
جنية قتل اجتاحت المكان، وتشو شيوا بص بره بهدوء وقال لها شايفه المصيبه البشريه وصلت والقافله توقفت على ممر ضيق جوه الغابه، وظهر قطاع طرق وزعيمهم كان قاعد بتكبر على فرع شجره. كان ده تشيشيان، شعره احمر، صدره مليان ندوب، وسيفه الضخم في ايده. هو زعق وقال مستنين ايه؟ انزلوا هنا. وتشو شيوا نزل من العربيه من غير استعجال وقال له لو عاوز فضه فانا عندي الاف منها. وتشيشان سخر وقال له حياتك تمنها اغلى، ايه رايك لو انا عايزها بدل الفضه؟ وتشو شيوا ابتسم ابتسامه خفيفه وقال له قول سعرك. وتشيشان ضحك ضحكه قاسيه وقال له انا بكلمتي واللي عايزه مستخبي جوه العربيه. وتشينج سوا ابتسمت بانتصار وقالت المره دي انت ميت. وابتسامه شوشي اختفت وقال لو مش هعرف اشتري حياتي فهشتري حياتك انت بدلها. وعلى طول هجم. وتشيشان ظهر ولوح بسيفه والمعدن خبط في معدن. وتشوشيو رجع لورا وهو مركز وبيحلل بهدوء وفي نفسه قال مفيش طاقه داخليه، كله قوه جسديه خام. هو استنى وراوغ واستحمل، ولما خصمه فقد السيطره الثغره ظهرت ونور زمرد انفجر. التنين الحكامي هجم والخنجر لمع والدم اندفع، الموازين اتقلبت وتشيشان اتقذف بعيد. رجالته اتوتروا واتلخبطوا وقالوا ازاي ده ممكن. وتشوشيو مسح نصل سلاحه وقال يا خساره انا لسه محتاج تدريب اكتر. وتشيشان اتجنن من الغضب وزعق وقال اقتلوا الكل. وفي اللحظه ديت صوت تاني دخل فجاه وقال انت بتقتل ناس، هو انت استاذنتني؟ وبيظهر راجل بيتقدم وهو بيضحك، كان ده ماكو. هو ضحك وقال شكلها كده لقطه كبيره، ايه رايك اخد نصيب من ده؟ وتشينج سو بصت من شباك العربيه وقلبها نط من الخضه وفي نفسها قالت هو ليه في مجموعه تانية من قطاع الطرق؟ هل مرات الاب التانية دبرت ناس اكتر؟ وقبل ما تفكر اكتر موجه تانية من قطاع الطرق ظهرت من قدام بيتقدموا بعنف. وتشوشيو ضيق عيونه وبص عليهم وقال في نفسه هو الراجل ده كمان من قطاع الطرق؟ واول ما شيشيان شاف الجديد ملامحه اتبدلت تماما وجز على اسنانه وقال ماكو. وتشيشيان زمجر وقال دي ارضي، انت عايز ايه بالظبط؟ وماكو ضحك ببرود وقال له عاوز ايه؟ اطلع ميتينك طبعا، انت خطفت شغلي مره واثنين وثلاثه، المره ديت هبعتك تقابل ملك الجحيم. ومن غير ما يضيع ثانيه ماكو هجم وسيفه لمع في الهواء زي البرق. وتشيشيان حاول يرفع سلاحه علشان يصد ولكن بلا فائده. في اللحظه اللي بعدها سيف تشيشيان طار من ايده وجرح عميق اتفتح في دراعه والدم اندفع وهو بيرجع لورا بصدمه. هو بص لايده المجروحه ووشه شحب وقال ده حظه وحش وان العاقل مش بيحارب وهو خسران، لازم اهرب دلوقتي. ولكن كان فات الاوان. ماكو ابتسم ابتسامه شيطانيه وقال له ده متاخر، فات الاوان خلاص. وتشيشيان لف يجري ولكن سيف ماكو نزل من غير رحمه وجسم تشيان اتقسم نصين ووقع على الارض علشان بعدها يموت ويودع. واول ما الرجاله شافوا مقتل زعيمهم اتفزعوا وحاولوا يهربوا وماكو قلب برود اقتلوا الكل ورجالته جريوا ورا القطاع اللي بيهربوا. وتشوشيو وقف في الاخر ساكت بيراقب كل حاجه وبيقول في نفسه من حركات الراجل الاصفر ده واضح انه غير زعيم القطاع الطرق العشوائي ده مقاتل حقيقي بس على طريق منحرف. وتشوشيو اتقدم وضم قبضته بادب وقال له شكرا على المساعده يا سيدي. وماكو لفله بابتسامه خفيفه وقال له يا واد انت هو انت مش خايف اغدر بيك ولا ايه؟ وفي اللحظه ديت خادم تشوشيو جري عليه وهو مرتاح وقال له سيد الشاب الحمد لله لحقنا، ده الزعيم بتاع جبل شانج مانجا اللي حضرتك امرتني ادور عليه. وتشوشيو هز راسه بهدوء وقال الزعيم ماكو انت راجل ذكي، بما انك استلمت خطابي فاكيد عرفت لو قتلتني اقصى اللي هتاخده كام الف تيل فضه، ولكن لو ما قتلتنيش هتاخد دفعه الخام المصفي اللي وعدتك بيها وتبدل بيها خردة النحاس والحديد البايظ اللي رجالتك بيستعملوه. اللي اختياره واضح. ماكو سكت شويه وفي نفس الوقت شوشيو فكر ببرود وقال في نفسه مرات الاب التانية شريره مش هترحم حتى ابن غير شرعي زيي، فرصته في الوراثه شبه معدومه. من لحظه ما تشينج سو اقترحت عليا الطريق الجانبي وانا عارف انها قامت برشوه قطاع الطرق قتل بسيف غيرها، لو هي تقدر تدفع فلوس علشان تقتلني فانا كمان اقدر استخدم قطاع الطرق علشان يحموني. واخيرا ماكو اتكلم وقال انت ما كدبتش عليا، الخام ده مهم جدا لعيله شو، هو انت بجد مستعد تفرط فيه؟ وتشوشيو رد بلا مبالاه وقال له حد من عيله شو عاوزني اموت فليه اهتم بالامدادات بتاعتهم؟ وطلع علامه وقال دي صلاحياتي استخدمها علشان تشتري الخام بسعر قليل، استعجل طول ما انا لسه المشرف. وماكو ضحك وقال العائلات الكبيره بتحب غسيل الوسخ بس انت يا واد حاسم، لو في صفقات زي دي بعدين تعالى لي انا تشيلين قصدي ماكو سريع جدا في القتل وهعمل لك خصم علشان احنا معارف. وماكو كان راضي جدا ومشي مع رجالته. وتشوشيو فضل باصص وراه وعينه بارده بيقول في نفسه تشيلين قاطع طريق عنده اصل في الفنون القتاليه، انا عارف هو مين. جو باي كان محظوظ طلع شغل واحد
واحد عنده خلفيه، وبعدها تشو شيو بص ناحيه العربيه وجواه تشينج سو كانت بترتعش جامد والعرق سايح من جبينها، وفي نفسها قالت ازاي كده؟ مش الواد ده زباله ولا ايه؟ ازاي جرح زعيم قطاع الطرق بسهوله كده؟ وتشو شيو دخل العربيه، واول ما دخل تشينج سو وقعت على ركبتها ومثلت انها مسكينه وقالت له سيد الشاب هو قطاع الطرق اتصدوا خلاص؟ وتشو شيو ضحك بخفه وقال طبعا اتصدوا، وقال في نفسه الحقيره ديت لسه بتمثل. هو قرب منها وهو مبتسم ابتسامه خفيفه وقال لها انا ما متش وانت اكيد متضايقه صح ولا ايه؟ وتشينج سو تهتهت وقالت ليه بس يا سيد الشاب؟ وان الحمد لله ان قطاع الطرق اتصدوا، ازاي اكون متضايقه؟ وتشو شيو مسكها من رقبتها وصوته بقى بارد وقال لها هو انت فاكراني غبي ولا ايه؟ اتكلمي. مرات الاب التانية الحلوه بتاعتي دفعت كام فضه علشان توظف قطاع الطرق دول والا هموتي. وتشينج سو ما عرفتش تتنفس وشها قلب بنفسجي وقالت له هتكلم هقول كل حاجه. هي دفعت 10,000 فضه. وتشو شيو سابها وقال 10,000 فضه يا سلام على الكرم، هي مرات الاب التانية بتكرهني للدرجه دي؟ وتشينج سو عيطت وقالت له هي قالت انك بتدعم السيد الشاب الاكبر بعناد جامد وهتبوظ الدنيا عاجلا ام اجلا، وكمان هي من قريب كسبت السيد الشاب الرابع فكانت عايزه تشيل اي مشكله مستقبليه. وتشو شيو فكر وقال تشو زونج جوانج هو عنده 3 زوجات و4 اولاد وانا ابن غير شرعي وفرصتي معدومه في الوراثه وفي حياتي اللي فاتت، وقفت بدري مع الابن الاكبر ولكنه رماني اول ما بطلت انفعه، والمره دي مش هكرر الغلطه وهحارب على منصب ورئيس عائله تشو. وبص لتشينج سو من فوق وقال لها هل في دليل ان مرات الاب التانية متفقه مع قطاع الطرق؟ وتشينج سو هزت راسها بجنون وقالت هي بعتت واحد ثقه بنفسه ومفيش اي دليل اتساب، ومسكت رجله وقالت له سيد الشاب انا قلت كل حاجه ارجوك سيبني اعيش. وتشو شيو ابتسم وقال لها ما تقلقيش انا مش بعتل ستات. وتشينج سو حست براحه وفي نفسها قالت هو خوفني لغايه الموت. وهوب تشو شيو بحركه واحده نظيفه كسر رقبتها وقال انا كدبت وانت صدقتي؟ ده انت ساذجه ومع كده انت حاولتي تبقي جاسوسه.